طبعا النهارده برضو كان في موضوع باسم مرسي ونادي الزمالك. ونادي الزمالك سبحان الله، يعني ما نصدق الدنيا تهدى، ولكن الحال مش حال يعني خليني موضوع باسم، ولكن الموضوع النهارده هدي شويه. اتحاد الكوره مع باسم طلعوا بيان بالاعتذار على لمجلس اداره نادي الزمالك مستشار مرتضى منصور، وبالتالي البيان بتاع نادي الزمالك رد عليه وقال ان هو هيشيل كل الايقافات وهيشيل كل العقوبات. طيب طيب زي ما قلت لكم مجلس اداره الزمالك طلع بيان رد على بيان اتحاد الكوره وباسم مرسي. بيقول طلع مجلس اداره نادي الزمالك بس مستشار مرتضى منصور على البيان اللي اصدره اللاعب. احنا معانا البيان، نزلوه. طب نزلوه يا جماعه. الذي اصدره اللاعب الفريق الاول لكره القدم باسم مرسي من دوله الامارات الشقيقه، والذي نفى فيه كل ما نسب اليه من تصريحات على المواقع والصحف، واعترف بخطأه واعتذر عن هذا الخطأ وابدا فيه استعداد. المهم يعني خلينا ناخد لكم الحته الثانيه دي اللي تحت خالص. ولذا قرر مجلس اداره نادي الزمالك قبول اعتذار اللاعب والغاء التحقيق معه، من ثم عدم توقيع اي عقوبه عليه بعد ان نفى كل التصريحات المنسوبه اليه واعترف بخطأه واعتذر عما بدر منه، مع ابداء استعداد للمثول للتحقيق في اي وقت وحديد النادي. وقرر العفو عن اللاعب هو ذات قرار استخدام مجلس الاداره الاول امس مع اللاعب علي جبر بعد ان اعترف بخطأه واعتذر عنه. ولم يكن الغرض من هذه الوقفه هو ذبح اللاعب او انتقام منه، فالاب لا ينتقم ولا يذبح، لكن من واجبه من حين لاخر ان ينبههم. المهم يعني الموضوع هدي. في حاجه بس انا مش عايز اجيبها عشان ما نسخنش المواضيع تاني. هو باسم مرسي نزل حاجه على الانستجرام عنده واتمنى ان هو يشيلها. يعني بيتكلم في حاجات انا مش عايز اتكلم فيها كتير. خلاص بس الموضوع اتلم، ما تفتحوش تاني. حاول ركز في الكوره. مش هنجيب احنا قال ايه عشان يعني ما نزودش الطينه بله، ولكن اعتقد ان شاء الله اللي حواليه يقدروا يهدوا الموضوع. عايزين نهدي المواضيع، عايزين نلعب كوره احسن ما نقعد نتكلم في المشاكل. طب خلينا الاول